ايه ده؟ ايه ده؟ عجوة. يا مساء الفل، عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين كده النهارده ميعادنا مع التحدي. المره اللي فاتت هو خسر خلاص، فاتضايق جدا وقال لي لا، وانا لازم اعمل تحدي جديد ونشوف بقى مين فينا اللي هيكسب. فقررنا ان احنا طالما التحدي اللي فات عجبكم هنعمل تحدي كل اسبوع. هنستخدم فيه دي ازاي بقى؟ هو هيقول لنا. انت هتغمي عينيكي اغمي عينيا بال بدي. بالشرب ده او ماشي. بالطرحه دي، وانا هحط قدامك مكونات. ها. انت ما تعرفش عنها حاجه، ليها علاقه ببعض بقى او ملهاش علاقه ببعض، دي انا اللي هقرر. وانت هتختاري منها بالتايمر. يعني انا هعمل لك تايمر لمده 10 ثواني. هتختاري منها، اخترتي 5، اخترتي 7، اخترتي 10، انت وحظك تمام. في ال10 ثواني دول، وهتعملي منهم اكله. هعمل منهم اكله. آه. طيب يعني هو دلوقتي هيحط قدامي مكونات وهيخليني انا اختار منها وانا مغميه عينيا خلاص، وهختار بالتايمر. مثلا لو هو حط 20 مكون هيديني 10 ثواني او 15 ثانيه على حسب. ده اللي انا فهمته صح؟ انا على فكره ما اعرفش اي حاجه عن المكونات دي ولا اعرف اي حاجه عن اللي هو قاله ده، والله انا كل اللي عارفاه اني هعمل حاجه بطريقه جديده وانا مغميه عينيا. فانا دلوقتي هدخل جوه علشان ما اشوفش المكونات اللي هو هيحطها، وهو بقى هيحط المكونات كلها واطلع وانا مغميه عينيا واختار معاكم. ولو الاكله طلعت حلوه انا برضو كالعاده أنا اللي هكسب، ولو طلعت وحشه يبقى هو اللي كسب وما خسرناش حاجه. 1-1 يعني مش مشكله. ماشي. هو مين اللي هيحكم؟ انا. طيب هو هيحكم. طب انت ازاي؟ ما انت ممكن تقول عليا وحشه وهي لا، حلوه. هحكم والله بالعدل بما يرضي الله. بجد؟ هحكم بالحق. طب والمكونات دي بقى ممكن يبقى فيها حاجه حلوه مع حاجه حادقه مع حاجه، اي حاجه في اي حاجه. انت اللي هتختاري بقى وانت وحظك. ايوه انت انت هتحط المفروض لي. انك يعني شيف مهره وكده. ماشي، ما انت ما ورينا بقى. تحطليش موز مثلا مع فراخ. لما تيجي المكونات هتعرفي. طيب انا هدخل جوه وهو على ما يحط المكونات هغمي عيني واجي تاني. ابدا. هتبداي في 10 ثواني. طب ثواني اقول حاجه. ماشي. طب انا جيت اهو يا جماعه، انا ما شفتش اي حاجه، غميت عيني وكنت هتخبط ويعني وحاله كرب، ما اقولكوش موضوع صعب جدا. ايه ها يلا اعمل ايه؟ انت قدامك. لا ثواني. 12 ايتم. 12 ايتم. انا ايه؟ هتختاري منهم 7. 7؟ طب 7. حلو. في 10 ثواني. في 10 ثواني. ايه 10 بس؟ طب لو ما كملتش 7 لا هنكملهم؟ لا ماليش فيه. طيب اللي اختاره احطه فين؟ اللي هتختاريه احطه على اليمين؟ دي بصله. ماشي. دي هو كان بصلتين. احطه هنا؟ ماشي اهو. ماشي. اللي اختاره احطه هنا. صح كده؟ ماشي. التايمر هيبدا دلوقتي. طب بصوا يا جماعه، بس عشان ما تتضايقوش، احنا الناس اللي جنبنا بقالهم حوالي مثلا 2 بيصلحوا وبيشطبوا الشقه، فهتسمعوا صوت دق كده معلش، بس احنا لو استنينا مش هنصور النهارده. يلا هيبدا التايمر من دلوقتي. طب قول لي ستارت. ستارت. 1 2 3. ايه ده؟ يلا. طيب ماشي، مش انا بختار 3. 4. ماشي. ايه ده كل ده؟ 5. 3 ثواني. 6. ستوب. 7. ماشي. مسكتها خلاص. خلاص. افك. فك. اوف. ايه ده؟ دي وقعت ولا دي معانا؟ لا دول ما خدتهمش. دي ما خدتهمش؟ ما خدتش البصله وما خدتش. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ذره، صلصه، طماطم مجففه، حلو، مشروم، عجوه. عجوه. كان قدامك كنافه. وفراخ معصجه وخضره، شبت وبقدونس وبصل اخضر. نعم. عايز اتفرج على البتاع. طب هو انا ممكن ازود حاجه بقى غير دول من بره الحاجات دي اصلا؟ عشان خاطر الفانزات بتوعك هتزودي واحد من الحاجات دي. من الحاجات دي؟
من الحاجات دي. طب ما نخليها حاجه من بره. انت فين الدقيق، فين الرز، فين السكر، فين المكرونه، فين الحاجات دي؟ ازود حاجه من دول؟ عايز تزودي من بره ولا من دول؟ اختاري انت. ها هزود ايتم واحد بس. يا ستي حاضر. احنا مش عايزين بصل لان عشان- احنا عندنا بصل في الفراخ. انا عشان راجل يعني الكادر كده. انا عشان راجل متسامح. تو ايتم من هنا بقى من بره اللي يريحك. بس بشرط الاكل يبقى فيها كل الكومبوننتس دي مع بعض. يعني ما شيلش حاجه؟ لا. هو احنا ممكن نعمل مكرونه بس العجوه ايه ظروفها في الموضوع؟ لمدة 10 ثواني والتايمر هيبدأ من دلوقتي. طب ممكن اشيل حاجه من دول ولا لا؟ لازم استخدم دول؟ لازم استخدم دول؟ 3 2 هاخد مكرونه هاخد مكرونه. مش عايز ايتم تاني؟ ممكن اختار واحد كمان. هاخد مكرونه وهاخد فلفل احمر مشوي. بس خلاص. بس طيب بصوا يا جماعه، انا كده قدامي المكونات: مشروم، ذره، صلصه، عجوه، فراخ زي ما قلت لكم، وانا اخترت ان انا هزود عليهم مكرونه. فانا هلم بقى اللمه، هقطع المشروم واسيح الصلصه والكلام ده كله وارجع لكم وانا بعمل الاكله. خلاص استنوني. دلوقتي بقى رجعنا تاني بعد ما عملت ايه. هقول لكم انا فعلا حرفيا بحاول اعمل من الفسيخ شربات. قطعت المشروم والبصل والفلفل الاحمر والطماطم المجففه والعجوه. بصوا انا خدت حته اهي حلوه مش صغيره قوي يعني، سخنتها. فاكرين لما عملنا مع بعض الطماطم المجففه قلت لكم ايه؟ هنستخدم زيت الزيتون بتاعها. طبعا هو كده كده مخرج الزيت والملح والفلفل والتوابل بره الحزب. ماشي. هحاول اهرس العجوه عشان تبقى يعني. بصوا برضو انا هقول لكم عملت ايه. سلقت الذره وسلقت شويه مكرونه صغيره جدا، ماشي، عشان برضو ما نهدرش كتير. والله ريحه حلوه تصدقوا. هي الحاجات كلها ميكس مع بعض ما عدا العجوه على فكره. دلوقتي بقى هحط الصلصه. هزود لها شويه ميه سخنه، بابريكا، التوابل عادي، طبعا. شويه من الكمون. بس تعمليها من غير ملح. ازاي من غير ملح يعني؟ ملحيها من غير ملح بقى. ليه بقى؟ اتصرفي. يعني ايه ملح من غير ملح؟ ملحيها من غير ملح. الشيف الشرطان بيعرف يملح الاكل من غير ملح. يعني ايه ملح من غير؟ طب ما انت مش عايزني احط اي مكون تاني؟ خلاص انا مش عايز اكمل. خسرانه ليه؟ على فكره الاكل كله ماشي مع بعض، هي بس العجوه وبعدين ممكن تطلع طعمها حلو. شكلي هكسب. انت ما حطيتش عجوه. والله العظيم حطيت. انا هغش يعني؟ انا هغش؟ دي اخلاقي؟ هنزل بقى بالمكرونه. هنغطيها ونوطي عليها. ماشي. بصوا بقى الذره انا سلقتها، فانا بصراحه مش هعرف احطها كده، فهحاول افصصها. بصوا بقى انا الخضره دي على فكره بقالها كذا يوم، بقالها 3 ايام. بصوا ازاي لسه فريش وخضره، عشان انا بغسلها وبحطها في بلفها، برشفها وبلفها بمناديل وبشيلها في علبه مقفوله. بصوا بتفضل ازاي خضره وفريش وحلوه. اخد اللي انا عاوزاه وبعد كده الفها تاني. احط الخضره. اتفضل دوق. والان اصدقائي وصديقاتي مع نتيجه الامتحان. وزي ما قلت لكم كده، يوم الامتحان يكرم المرء او يهان. والله بصوا شكلها حلوه، هي مش وحشه، شكلها مكرونه عاديه، هو بس كل مشكلتها في العجو. ودلوقتي بقى نتيجه الامتحان. انا ادوق انا ولا ادوق انت الاول؟ هدوق اهي يا جماعه. والله شكلها حلوه عاديه، مكرونه شكلها مكرونه عاديه جدا.
طلعت بقى حته عجوه. ها بصوا هي حلوه بس هي مسكره بزياده. صراحه انا مش عارفه لو ما كانش فيه يعني لو ما ادانيش الاوبشن بتاع المكرونه كنت هعمل ايه. بس لا هي حلوه. حلوه حلوه قال حلوه حلو بجد. والله حلو. يعني انا نجحت. امم والله بجد حلو. هتاكلها يعني؟ هي مسكره قوي. لا خلاص بجد. والله خلاص مش مجامله يعني. الراجل ده عنده شفافيه والله عنده شفافيه لانه كان ممكن يقول لي وحشه. يعني اول مره تعمل اكله حلوه من فتره كبيره. انا اول مره اعمل اكله حلوه من فتره كبيره. احكمه بقى. هو قاعد ياكل على فكره بصوا قاعد ياكل فيها معناه انها حلوه. بدل ما تترمي حرام. بدل ما تترمي لا ما بنرميش حاجه. خلاص كفايه. طيب ماشي يا جماعه كده الاكله طلعت حلوه وانا عرفت اعمل من الفسيخ شربات. وحشه. قولوا لي بقى احكم عليه بايه؟ تعالى يا بابا تعالى في حكم. حكم ايه؟ ايه اللي حكم؟ انت طالع اصلا يتحكم عليك بس. اصوم اول يوم رمضان. تصوم اول يوم رمضان؟ هيتحكم عليك. اصوم اول وثاني يوم رمضان. لا مفيش حاجه. المره اللي فاتت احنا قلنا هتغسل المواعين وانت ضحكت عليا اصلا وحطيتهم في الغساله وانا ما رضيتش افضحك قدام الناس وقلت لهم غسل المواعين. ماشي. المره دي بقى هيبقى في حكم تاني. قولي ايه الحكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هقول لك انا الحكم. هقول قولي. هيعمل هو الفطار تاني يوم رمضان. يوم السبت. ده اكيد. يوم السبت. وهنصوره. لا السبت مش تاني يوم رمضان. انت بتشتغلني؟ لا تاني يوم رمضان الجمعه. تالت يوم رمضان. هو ايه اللي تالت يوم رمضان؟ عامل الفطار انا طب بصوا انا لقيت حكم. انا عيد ميلادي يوم 24/3 خلاص اللي هو تاني يوم رمضان. فانت تاني يوم رمضان هتجيب لي هديه. ماشي. وده مش حكم عشان ده الطبيعي يعني. بس انت اللي هتعمل الفطار من الالف للياء. انا مش هساعدك وهنصور الفطار. هو ما بيحبش يطلع في الكاميرا عشان هو يعني في منصب حساس في الدوله. عشان هو بيتكسف عشان هو مش مستعنيني انا مش عارفه. المهم ان هو ما بيحبش يطلع في الكاميرا فاحنا هنصورك باي هاند. خلاص. انت ده تاني يوم رمضان انت هتعمل لنا الاكل. هيعمل لنا الفطار كله مع غسيل المواعين. انا مش هغسل المواعين انا هقعد باشا. ماشي خلاص. ماشي خلاص يا جماعه يبقى احنا كده هنتقابل في تحدي جديد بعد تاني يوم رمضان وهصور لكم الاكل اللي هيعمله تاني يوم رمضان وانا اللي هقول فيه ايه رايي. هقول رايي فيه بس هو مش هيبقى تحدي. هو هيعمل اكل عادي خلاص. ومش مش هتستشيرني. مش هتقول لي احط ده ولا ده ولا ده. عندك بقى ايه اليوتيوب افتح لك كده اي حبيب واقعد اتفرج عليها من هنا للصبح ودور لك بقى على اي وصفه تعملها لنا وانا مش هقول تلت التلاته كام. خلاص وهنصوره وانتوا بقى ساعتها تعرفوا ان هو عمل الحكم ولا لا. وانا موافق. خلاص ماشي اتفقنا. خلاص احنا هنروح بقى نلم الدنيا كده وناكل الاكل الحلو ده. هتاكله صح؟ هتتاكل كلها. هتتاكل. ايوه هاكله. ماشي خلاص. وبس كده. لو الفيديو عجبكم بقى اعملوا لايك واعملوا شير ونشوفكم الفيديو الجاي في تحدي جديد. باي باي.